فيديو سريع كده فيه اخبار جامده قوي بتقول ان الاهلي خلص او خلاص هيتعاقد مع الجناح الاسباني اللي بيلعب في تركيا، اسمه بورخا ساينز. عنده 21 سنه، مواليد 2001. تعالوا بسرعه كده فيديو سريع نتفرج مع بعض على اهم امكانياته. هو لعيب ايمن سريع جدا جدا جدا، مهاري زي ما احنا شايفين. خد الكره من نص الملعب وعمل دريبلينج وهيحط الكره لوب بسهوله جدا من فوق الجون وبمهاره عاليه شديده. انا اسف طبعا للاخ اللي في الشاشه ده، انا جايب لكم فيديو من تركيا، فالاخ اللي طالع لي ده مش عارف اشيله بصراحه ومش عارف امنتجه. عامه زي ما بقول لكم، بصوا هنا المهاره العاليه. لعيب بيلعب برجله اليمين، انطلاق دريبلينج كويس جدا، عنده ثقه عاليه جدا. بقول لكم عنده 21 سنه، حطها لوب بسهوله جدا. هنتفرج مع بعض على لمساته برضه. هنا نفس الكلام، بصوا هنا المهاره العاليه والدريبلينج والثقه في امكانياته. بصوا المهاره، بصوا المهاره، هيعدي وهيجيب جول. لعيب امكانياته عاليه جدا. في الجول لسه حالا نشر خبر بيقول ان بورخا ساينز اقترب من النادي الاهلي وفقا لتقارير تركيه. هل الكلام ده يصدق ولا لا؟ هنعرف دلوقتي، هنعرف يعني خلال الفتره اللي جايه. عامه زي ما بقول لكم، هو عنده 21 سنه، عنده ثقه عاليه جدا، وده اهم حاجه بتميزه، ان هو تحس ان هو واثق في مهاراته وواثق في امكانياته زي ما احنا شايفين وفقا للاهداف اللي احنا شفناها. طبعا الهدف ده مكرر زي ما بقول لكم. استلم هنا الكرة من نص الملعب وعدى بمنتهى السهولة والدريبلينج، بول كنترول هايل بيرفكت، حطها من فوق الجون جوه الجون بمنتهى السهولة وبمنتهى المهارة. اعتقد ان هو مواليد 2001، اعتقد ان هو ممكن يتأيد تحت السن. معرفش هل ده هينفع ولا لا. الضاوي كريستو هيتأيد برضه تحت السن، بس اعتقد ان كل واحد يعني كل مرحلة سنية ليها لعيب واحد. يعني مثلا تحت 19 ليه لعيب، تحت 21 ليه لعيب. فاعتقد ان الضاوي متأيد تحت 19، فده هيتأيد تحت 21. ده لو جه بورخا ساينز. هو بيلعب حاليا في تركيا، لعب بقى في منتخب اسبانيا للشباب. بس يعني هي دي المعلومات المتوفرة عنه. اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات رايكم. هل انتوا فعلا شايفين ان هيبقى صفقه كويسه لو الاهلي تعاقد معاه؟ هل التفكير في لعيب اوروبي ما حصلتش قبل كده كتير ان لعيب اوروبي يلعب في الدوري المصري؟ هل هيتاقلم في الدوري المصري؟ كل الكلام ده هيبان الفتره اللي جايه. بس هو كلاعب كوره لا، كويس جدا. بتمنى الفيديو السريع يكون عجبكم، ودايما بحب ابقى ابديتد معاكم باي اخبار جديده. شكرا ليكم جدا، وكان معاكم مروان من قناه خط دفاع الاهلي. سلام.